أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اسمع هذه القصة الحلوة. طلعت من الجامعة تعبانة كتير، كانت محاضرات اليوم طويلة وصعبة. أشرت لتاكسي وطلعت فيها، وطول الوقت حاسة جسمي مكسر ومهدود. السائق: وين رايحة يا آنسة؟ التفت لعندي، لقاني غيبة عن الوعي. ركن السيارة على جنب الطريق وحاول يكلمني لكي أصحى، بس بدون فائدة. شغل السيارة وأخدني على المستشفى. السائق: خير يا دكتور؟ ايه فيها البنت؟ الدكتور: انت ايه تقرب لها؟ السائق: كانت راكبة معي بالتاكسي واغمي عليها وجبتها على المستشفى فورا. كيف حالها الآن يا دكتور؟ هي بخير، اطمئن. شوية تعب وإرهاق، حاول توصل لحد من أهلها تخبرهم. السائق: حشوف إذا معاها موبايل بشنطتها. للأسف الظاهر خلص شحنه. الدكتور: مفيش غير نستنى لما تفوق. السائق: طيب حظل هنا لأطمئن عليها. الدكتور: طيب بعد إذنك، عندي مرضى برجع أشوفها بعدين. السائق بيتكلم في سره: يا الله على الوجه الملائكي، بياض شعر حريري، ناعمة بكل تفاصيلها. البنت فيها شيء بيجذب، عمري ما شفت مثل جمالها. وبعد ساعة فتحت عيوني بتعب وفضلت أنظر بكل الغرفة. شفت واحد جالس على الكرسي جنب السرير ومغمض عينيه. نغم: وين أنا؟ مين أنت؟ السائق فتح عينيه واعتدل في جلسته. ألف الحمد لله على سلامتك يا أنسة. نغم: الله يسلمك، إيه اللي حصل؟ آخ والله راسي وجعني. السائق: أنا أحمد سائق التاكسي اللي طلعت فيها قدام الجامعة. فجأة أغمي عليكي وجبتك على المستشفى. حاولنا نشوف موبايلك عشان نخبر حدا من أهلك بس ما اشتغل، وبقيت أستنى تصحي لأطمئن عليكي. كيف حاسة الآن؟ نغم: بتشكرك والله، كنت مرهقة وما قدرتش أحس بنفسي، حاسة بشوية تعب، بعتذر إذا عذبتك معي. أحمد: لا ولا يهمك، بس إزاي نقول لأهلك يا أنسة؟ نغم: كيف عرفت اسمي أحمد؟ شفت بطاقتك؟ قلت أكيد بيكون مكتوب عليها رقم تليفون نقدر نتصل بإخواتك. نغم: أهلي مش هنا، هم بمحافظة تانية، أنا بس هنا مستأجرة مع صديقتي عشان الجامعة، وموبايلي خلص الشحن، ممكن أكلمها من موبايلك لو سمحت أحمد؟ نغم: اتفضلي. نغم: ألو سمر حبيبتي، أنا في المستشفى تعبانة شوية، تعالي ساعديني أرجع البيت. بعد نص ساعة جت سمر ما صدقت، شافتني وطمنت عني وشكرت أحمد. طلعنا من المستشفى كلنا بعد ما عطاني الدكتور شوية أدوية وفيتامينات. أحمد: اطلعوا بسيارتي أوصلكم. نعم والله مش عاوزين نتعبك. أحمد: لا تعب ولا شيء، المهم صحتك. نعم. وصلنا أحمد البيت وشكرناه. دخلت غرفتي وساعدتني سمر أبدل ملابسي وأتمدد على السرير. قعدت يومين قاعدة في البيت حتى أستعيد صحتي وقوتي في هذه الفترة. أحمد: كانت صورتي تظل مرسومة بخياله وما فارقت تفكيره. أحمد: ألو مرحبا سمر، أهلين، مين معي؟ أحمد: أنا أحمد سائق التاكسي اللي وصلت نغم على المستشفى، ممكن أكلمها أطمئن عليها؟ سمر: أنا في الجامعة ونغم في البيت، سجل عندك رقمها. كنت في غرفتي أقرأ محاضرة، رن موبايلي. نغم: ألو أحمد مرحبا. أنسة نغم، معك أحمد سائق التاكسي. نغم: أهلا وسهلا. أحمد: بصراحة أخذت رقمك من سمر وحبيت أكلمك عشان أطمئن عن صحتك. كيفك الآن؟ نغم: الحمد لله كويسة كتير، بتشكرك على سؤالك. أحمد: هو رقمي عندك، إذا تحبي تروحي أي مكان أو احتجتي
لشيء فورا كلميني ولا تترددي. نغم شكرا ليك مرة ثانية، مش عاوزة أعذبك أكتر. أحمد لا، ولو نحن بالخدمة دايما. سلام. استغربت من اهتمامه وإصراره إني أكلمه إذا احتجت لتاكسي. كتير كان محترم معي، وعمري ما حسيت حد بيسأل عني بهذه الطريقة. بعد يومين كنا معزومين على حفلة خطوبة صديقتنا، تمكيجنا ولبسنا فساتين سهرة، وقبل ما نطلع سمر ايه رأيك نتصل بأحمد يجي يوصلنا؟ نغم لا، مش عاوزة يقول مهتمين لأمره. سمر انتي ليه معقدة الموضوع؟ بيوصلنا ببلاش. نغم أنا مش عاوزة أتصل بأحمد، امشي نطلع وناخذ أي تاكسي. سمر خلاص اسكتي أنا حتصل. مرحبا سيد أحمد. أحمد أهلا أنسة سمر، بتأمري بشيء؟ سمر محتاجين توصيلة. أحمد إيه تكرموا دقيقتين وبكون عندكم. طلعنا معاه بالسيارة، وطول الطريق وعيونه ما شالهم عني، ويحكي معانا ويسألنا عن أحوالنا، وسمر ترد وتستلم الحديث. أحمد كتير انت حلوة آنسة نغم. نغم شكرا ده من ذوقك. أحمد وهو وصلنا، أول ما تخلصوا كلموني أرجع أوصلكم على البيت. سمر ماشي سلام. دخلنا الحفلة، وطول الوقت ما غاب أحمد من بالي، وكنت مبسوطة إنه هو اللي وصلنا وحيرجع ياخدنا. كنت فرحانة إني هرجع أشوفه ونطلع معاه. سمر مالك يا حلوة شاردة بحبيب القلب. نغم بتقولي إيه إنتي؟ سمر يعني ما شفتيه أحمد كيف ما شال عيونه عنك تغزل بجمالك، وحتى أنت كنتي خجلانة ودلوقتي شاردة وأكيد مبسوطة عشان هيرجع لينا ونرجع معاه. نغم بعد ما خلصت الحفلة سمر اتصلت بأحمد ورجعنا معاه على البيت. وقبل ما أنزل أحمد أنسة نغم. نغم يا أحمد، أنا بصراحة أعجبت بيكي وحابب أرجع أكلمك وأتعرف عليكي أكتر إذا ما عندك مانع. نغم طيب يلا تصبح على خير. دخلت على غرفتي وكنت حاسة بشعور غريب وحلو ما بعرف لمدة. كنت فرحانة، نمت وأنا مبسوطة، وصورة أحمد في بالي ما راحت. أحمد عمره 30، يعني أكبر مني ب9 سنين، طويل وأسمراني جذاب وحلو كثير. كل يوم الصبح يتصل علي ويصبح علي، والمساء نفضل نتكلم بالموبايل ساعات طويلة. كان يوصلني على الجامعة دايما عندما يكون عندي محاضرات، ونطلع سوا نقعد بحديقة أو كافيتيريا. استمرت علاقتنا 6 شهور، بعدها حبينا بعض كثير وكنا كثير مبسوطين سوا، وكل يوم يجيب لي ورد ويهتم بي لأبعد الحدود. بعد فترة كانت سمر كل يوم والتاني كل ما عايزة حاجة تطلع من البيت تتصل بأحمد يجي يوصلها، ولما نكون قاعدين سوا تحكي معي بنفس الموضوع. بقيت أحس من كلامها إنها عاوزة تكرهني بأحمد. سمر انتي ايه عجبك في أحمد؟ ما لقيتي غيره تحبيه؟ نغم يعني أنا عجبني كتير، وهو أخلاقه عالية وما بيشتكي من شي. سمر شفته يعني سواق تاكسي، انتي تعيشي معاه بكرة بالفقر. نغم لا تفتحي السيرة دي تاني، أنا بحبه ومستحيل أتخلى عنه. كل ما أقول لها كده أحس بالغضب والغيرة في عيونها. وفي يوم كنا قعدات العصر نشاهد مسلسل، راحت سمر المطبخ وجابت كوبايتين عصير نشربهم، وأنا بعد ما شربت العصير حسيت بدوخة قوية. قمت فورا على غرفتي ورميت نفسي على السرير، وما حسيت على شيء وما دريت بنفسي لتاني يوم. كنت حاسة راسي وجعني وجسمي مكسر. مسكت موبايلي. نغم الساعة 11، معقول كل ده نايمة وما في شيء من أحمد؟ رنيت على أحمد فصلني، رجعت رنيت مرة تانية وتالتة وفصلني، وبعدين فضلت أتصل يطلع خارج التغطية. يا الله، هو ليه بيفصلني مش بالعادة؟ ايه حصل حبيبي أحمد؟ قمت
غسلت وجهي وطلعت على الصالون. كانت سمر قاعدة. نغم: صباح الخير. سمر بوجه ناشف: صباح النور. نغم: ايه مالك؟ ما صحتينيش؟ اول مرة بنام كل الوقت ده وحاسة راسي حينفجر، وكمان احمد بيفصلني وقفل موبايله. اول مرة بيعمل كده معايا، مش عارفة ايه يا ربي، والله مش فاهمة. سمر: يعني ما بتعرفي ايه حصل ولا بتتناسي؟ معقولة مش متذكرة شي؟ نغم: بتقولي كده ايه حصل اخر شي؟ بذكر إني دخت ودخلت نمت. قوليلي شغلتي بالي. سمر: بعد ما انتي نمتي طلعت من البيت على السوق، وبعد ساعة ونص اتصل علي أحمد وسألني وينك، وأنا جايب لك هدية ونفسه يعمل لك مفاجأة، فمر علي وجينا سوا البيت ودخلنا غرفتك، شفناكي نص عارية ونايمة، وجنبك شاب نايم، وهو عصب كتير أحمد وطلع من البيت بدون ما يقول شي. ليه عملتي كده؟ ومين اللي جبتيه البيت ينام معاكي؟ نغم: لا لا، انتي بتمزحي، أنا ما بتذكرش إني عملت كذا. نزلت راسي وحطيته بين ايديا وفضلت ابكي بحرقة واقول يا الله، انا ما عملت شي كذا، ما بتذكر اني عملت شي، اكيد في شي غلط. لا لا، ظليت 4 ايام ارن لاحمد ويفصلني وما يرد علي، وانا مصدومة ومجروحة وما أقدر أتذكر شيء، وكل يوم وأنا مقهورة وأبكي وما أروح الجامعة. وبعد أسبوع قررت أطلع وأروح الجامعة لكي أطلع من حالتي شوية. لبست ثيابي وفضلت أدور على دفتري مش لاقياه، مش قادرة أركز. كانت سمر بي تستحم، اتذكرت إنها استعارته مني، فرحت فرحت على غرفتها أدور عليه. فتحت درج مكتبها، شفت الدفتر وجنبه علبة دواء صغيرة معرفتش إيه هي، واستغربت أنها موجودة عندي سمر لأنها بتكره الأدوية، ولا مرة شفتها شربت دواء. أخذت العلبة والدفتر وقلت لها لسمر من وراء الباب: أنا رايحة الجامعة ويمكن أتأخر. طلعت مستعجلة ورحت على أقرب صيدلية لأسأل عن الدواء، وكانت الصدمة الكبيرة فلما قال لي الصيدلاني أنها دواء منوم. طلعت وفضلت أمشي في الشارع وأنا مصدومة ومش مصدقة إيه سمعت، ومية سؤال بيدور في رأسي. ليه سمر عندها حبوب منوم؟ ايه بدها فيهم؟ في شيء بإيه تستخدمهم؟ هي ما بتحبش الأدوية، كانت تفضل تقول لي أترك أحمد لأنه سواق وفقير، ومن بعد المشكلة ما بقتش تتكلم في الموضوع. واليوم أنا تعبت ودخت بعد ما جابت لي عصير وشربته. يعني معقول حاطط لي منوم؟ فضلت ساعة وأنا ماشية في الشارع وفكرت وقررت إني أراقبها وأحاول أستفسر منها بطريقة غير مباشرة، ولو اضطريت إني حسجل بموبايلي كل شيء بتحكيه وبتعمله حتى أتوصل لنتيجة. رجعت البيت وأول ما دخلت سمعت ضحكة سمر العالية، وسمعت ضحكة سمر العالية جاية من غرفتها وبابها شبه مفتوح. حاولت ما أطلع صوت عشان ما تحس عليا إني رجعت وقربت عند غرفتها وحاولت أختلس النظر جوا، وهنا كانت صدمة كبيرة. شفتها قاعدة بحضن شاب غريب وبيضحكوا. وبسرعة فتحت الفيديو بموبايلي وأصورهم. سمر بتضحك وتقول: شايف حبيبي كيف أنا قوية وبقدر أعمل كل اللي نفسي فيه؟ معاك حبيبي وحتجوز أحمد الغني وحقدر معاك أخد كل فلوسه وأرجع لك حبيبي تاني. وهذه الغبية حطت لها منوم لنغم واتصلت لك تيجي تنام جنبها، وطلعت من البيت واتصلت بأحمد وقلت له إنه نغم عزماها على العشاء. وقتها أخدني من السوق وأجينا سوا هنا وخليته يشوفكم نايمين على السرير في الغرفة، وأنا كل يوم أتصل وأحاول أخليه يكره نغم أكتر وأكتر
عمار والله إنك قوية، لا لا ده انتي شيطانة يا سمر، وأنا بعشقك عشان انتي مثلي ذكية. عرفتي ليه أنا بحبك؟ لأنك ذكية. خليكي ورا أحمد وحاولي تعلقيه فيكي حتى نقدر ناخد منه كل ثروته. وهنا أنا حطيت إيدي على فمي والدموع تنزل شلال على وجهي، مصدومة ومش مصدقة اللي بشوفه وبسمعه. طلعت بسرعة من البيت وبعت مسج لأحمد بترجاك ترد عليا أو تكلمني، لأنه في شيء ضروري لازم تعرفه، ولا تظلمني عشان ما تندمش بيوم ويكون فات الأوان. اتصلت بأحمد وفتح الخط. أحمد، وليكي عين تتصلي وتبعتي بعد الوساخة اللي عملتيها يا حقيرة؟ كيف طاوعك قلبك تجرحيني وتعملي كده بقلبي؟ ما فكرتيش قد ايه انا بحبك؟ نغم بتبكي بحرقة، وانا والله ما عملت شي، انا بحبك اكتر يا احمد. اسكتي وبلاش دموع التماسيح. وقال انا اللي كنت جايب لك خاتم ذهب وجايلك اطلب ايدك واعمل لك مفاجأة، لقيتك انت عاملالي اوسخ مفاجأة. بس يومها بتتصل بيا سمر وبتقول لي انك عزمتيني على العشاء ولازم اجي اشوفك. بتخونوني، فعلا كانت مفاجأة. نغم بس سمر وقتها قالت لي انه انت اللي اتصلت فيها ونفسك تشوفني وعامل لي مفاجأة. احمد، نغم أحمد، هي سمر بتلعب لعبة وسخة، أنا عمري ما خنتك ولا حتى فكرت بحاجة زي كده، وعندي دليل قوي يثبت إني بريئة. اعطيني فرصة ولا تظلمني أحمد، وإيه المطلوب؟ نغم عاوزة أشوفك ضروري ودلوقتي حالا، تعال قدام بيتنا منتظراك. بعد ربع ساعة جاء أحمد وقعدنا في السيارة بعيد شوية عن البيت. نغم، أحمد كل شيء بيتم من تدبير سمر وعشقها. عمار، كانت الأول تفضل تقنعني أبعد عنك وأكرهك، واليوم شفت علبة حبوب منوم في غرفتها، ولما رجعت البيت شفتها في غرفتها مع عمار. وده الفيديو شوفوا، وإذا كنت مش مصدق تعال ننزل ونروح البيت ونتأكد. شغل أحمد الفيديو وسمع وشاف اللي في الفيديو وحمرت عيونه وعصب كثير. أحمد بعصبية، أنا بأدبهم وحأدبهم هؤلاء الكلاب. نغم حطيت إيدي على إيده قبل إيدي وقال لي بحبك يا نغم ومش حتخلى عنك. شفت حبيبي إني ما خنتك وإني مظلومة، وإنت صدقت سمر وحتى ما جربتش انك تسمعني. انت حياتي كلها وبموت فيك. احمد، بس مش حيقدروا انهم يكملوا لعبتهم، عشان الله عشان الله سامحيني يا نغم. مش عارف كيف صدقت وكان قلبي أعمى، بس والله حدفعهم الثمن غالي. نغم حتعمل إيه معاهم؟ كانوا بيقولوا إنهم عاوزين يستولوا على ثروتك. أحمد بصراحة نغم أنا خبيت عليكي سر. نغم، أحمد بصراحة أنا صاحب أكبر شركة بالبلد، بس مش بكون فيها غير ساعتين باليوم، أطمئن على الشغل وبشتغل على التاكسي عشان أطلع وأختلط بكل الناس، عشان ألاقي بنت تحبني لشخصي أنا وما تحبنيش عشان الفلوس. مليت من كل البنات اللي بيحاولوا يتقربوا مني بس عشان أنا غني، وفعلا لقيتك وحبيتك وحبيتيني لشخصي مثلي أنا، مثل ما حبيتك وما كان يهمك إيه أنا بشتغل. نغم، وسمر كيف عرفت بأنك غني؟ أحمد مش عارف، يمكن يكونوا سألوا عني كتير. حتى سمر تتكلم معايا مش بتخليني أحس إنها بتعرف عني شيء. نغم، بس ليه ما قالت لي؟ أحمد، كنت ناوي أقولك واشتريت الخاتم عشان أطلب إيدك وحصل يومها اللي حصل. نغم، حنعمل إيه معاهم دلوقتي؟ أحمد، خليكي طبيعية قدام سمر واعملي نفسك إنك لسه ما صلحتنيش، وأنا حفضل أتكلم مع سمر وكأني بحبها وحشوف عاوزة توصل لإيه سمر، وحقدر أوقعها هي وعمار. هاخدك دلوقتي ونروح نقعد بأي مطعم عشان ناكل سوا ونحاول نرجع لأيامنا، لأني
مشتاق ليكي كتير. نغم: وأنا اشتقت لكل أيام الحلوة معاك وبحبك وحفضل أحبك لآخر العمر. أحمد: وأنا بحبك، سامحيني لأني ظلمتك. دمعت عيوني حبيبي. نغم: ولا يهمك حبيبي، المهم عرفنا الحقيقة ورجعنا لبعض. رحنا تغدينا سوا وبعدين طلعنا تمشينا وقعدنا بجنينة، وطول الوقت شابكين ايدينا ببعض وكأننا بقالنا زمان كتير بعاد عن بعض، وكانوا عيوننا يحكوا الشوق والحب اللي بقلبنا. قضينا أحلى ساعتين سوا. كنت كتير مبسوطة بأني رجعت لأحمد، وبنفس الوقت منزعجة وحاسة بحقد وكره كبير تجاه سمر. معقول صديقتي بتعمل فيا كده؟ بتتصرف بلؤم وأنانية وبتستخدم شرفي سلاح ضدي حتى تبعد أحمد عني. وصلني أحمد البيت ورجع وصاني أخد بالي على نفسي وأكون حريصة من سمر وأكون طبيعية. بقيت يومين أفكر في المشكلة وأحس بالخوف والتوتر وبنوع من البغض والاشمئزاز من سمر. طلعت مستخبية في هدومها ومخبية سفلتها ووسختها ومخدوعة فيها. ما توقعت هذا الشيء منها، بس فضلت طول الوقت طبيعية معاها وحاولت ما أبين لها حاجة، وهي كان كل فكرها إنه أنا وأحمد سبنا بعض. ثاني يوم اتصلت بأحمد بعد ما طلعت من الجامعة وطلبت أشوفه. جاء عندي ورحنا قعدنا بكافيتيريا. نغم: أحمد أنا خايفة ومش قادرة أحس بالأمان مع سمر، مش عارفة إيه ممكن يطلع في دماغها المرة دي. أحمد: نغم حبيبتي لا تبكي، بص في عيوني حبيبتي. بقيت منزلة راسي وببكي. راح مسك ضيقني بإيده ورفع لي راسي وجات عيوني بعيونه. حبيبي أحمد بتحبني؟ أحمد بموت فيكي، انت حياتي كلها. وانتي وأحمد يسأل نغم: بتحبيني؟ نغم: بموت فيك، انت عمري. أحمد: كلنا بنحب بعض ومستحيل نتخلى عن بعضنا البعض. مسك ايديا وحطهم بايديه الاتنين. أحمد: بتوثقي فيا؟ نغم: أكتر من روحي، انت روحي يا أحمد. أحمد: أيوة عشان بحبك أنا مش عاوزك تبكي وحياتك وحياتك حخليهم يدفعوا الثمن، بس عاوز منك إذا سمعتي أي حاجة ما تصدقيش إلا إذا أنا قلتلك وسمعتي الكلام مني، وما تصدقي ولا كلمة من سمر. نغم: هي لسه بتتصل فيك؟ أحمد: أيوة وبتحاول تعلقني. نغم: طيب إيه حتعمل أحمد؟ بعدين حقولك، قومي خليني أوصلك البيت وأروح مشوار ضروري. طبعا أحمد كان له معارف كتير بالأمن، وقتها راح عندهم وكلمهم عن كل شيء واتفقوا إنهم يراقبوا خط سمر ويعرفوا كل اتصالاتها ومحادثاتها. طبعا سمر كانت كل يوم تتصل بأحمد وتتغنج له يعني وتتدلع. بعد أسبوع سمر: أحمد أنا نفسي أقول لك حاجة. أحمد: خير قولي. سمر: بصراحة أنا حبيتك كتير وتعلقت بيك ومش عاوزاك تبعد عني، نفسي نكون سوا طول العمر والله، حتى أخليك مبسوط ومروق كل عمرك. أحمد: هو أنتي بتحبيني وعايزة تجننيني وأنا تعلقت فيكي وحبيتك؟ سمر: يا عمري، يخليك لقلبي يا روح قلبي. هي كيف قدرت نغم تعمل كده فيك؟ والله انت ما في منك أحمد. لا بقى تجيبيلي سيرتها تاني مرة وخلينا مروقين. بعد كام يوم اتصلوا الأمر بأحمد وطلبوا منه يروح عندهم لأنه في شيء كثير مهم وخطير باتصالات سمر ولازم يسمعه. وكان محتوى المكالمة المسجلة اللي سمعها أحمد: عمار: سمر: وين وصلتي مع أحمد؟ سمر: ماشي الحال، خليته يحبني ويتعلق فيا. عمار: بس ما تكوني حبيتيه بجد. سمر: لا، ايه بتقول انت؟ انا بحب أحمد، أنا بحبك أنت يا قلبي. عمار: طيب اطلبي منه إنكم تتجوزوا وحددي موعد الجواز بأقرب وقت. سمر: أيوة، وإيه حيحصل إذا وافق وإذا طلب ينام معي؟
عمار والله انتي وشطرتك، ما تخافيش، مش حخليه يلحق يلمسك في يوم العرس، حكون سابقكم على البيت وأتخبى بغرفة النوم، وأول ما تدخلوا الغرفة هقتله وأنتي بتورثيه، وبيكون كل شيء ليا أنا وأنتي، ونتهم نغم إنها هي اللي قتلته. الأمن إيه يا سيد أحمد، في بالك شيء؟ أحمد حيحصل كل اللي هم عاوزين بالضبط، بس في يوم العرس حقلب الخطة عليهم. اتفقوا أحمد والأمن وخططوا لكل شيء حيعملوه. بعد يومين راح أحمد وسمر على مطعم بناء على طلب من سمر. سمر: أحمد بتحبني؟ أحمد: بحبك كتير كمان. عندك شك في كده؟ سمر: طيب اثبت لي حبك ليا. أحمد: إزاي؟ سمر: يعني حنفضل كده كتير نحب بعض؟ طيب وبعدين؟ أنا ما بقى عندي صبر، عايزة أكون جنبك، عايزة نكون سوا في بيت واحد. أحمد: وأنا عاوزك معايا يا سمر، يا جامدة يا حلوة انتي. يلا يا حلوة يا جامدة، كلمي أهلك قولي لهم عاوز أتجوزك. سمر: أهلي برا البلد، ولما أخلص الجامعة أسافر عندهم، بس إحنا نتجوز وبفضل معاك حبيبي، بعدين هم يعرفوا إن إحنا اتجوزنا ومش هيعترضوا. أنا مش قادرة أصبر على حبك حبيبي، خلاص لا تشيل همهم، أنا بكلمهم وبقول لهم مش هيعترضوا. أحمد: أوكي، جهزي نفسك، بكرة نروح نكتب الكتاب وهعمل لك حفلة عرس ما حصلتش قبل كده. سمر: مش عاوزة حفلة، مش بحب الحفلات، عندك بيت جاهز؟ أحمد: أيوة عندي. سمر: طيب بكرة نكتب الكتاب وبعد أسبوع نعمل حفلة في بيتي وحعزم أصحابي. أحمد: سمر هو أنتي؟ أحمد: سمر هو أنتي بنت بنوت ولا زي نغم كنتي مصاحبة؟ سمر: إيه الكلام ده يا أحمد، أنت إزاي تشك فيا وتشبهني بالحقيرة نغم؟ خلاص طالما مش واثق فيا سيبني. ودموع التماسيح طبعا. أحمد: خلاص ما تزعليش، أنا آسف ليك يا سمر. سمر: هو أنت فاكر كل البنات زي بعض؟ وعموما أنت حتعرف إنه لسه لساتي بنت بنوت لما نتجوز. أحمد: عارف يا سمر يا جامدة يا حلوة انتي. أحمد: ما تزعليش، هعمل لك كل اللي انتي عاوزاه، هشتري لك فيلا جديدة وأفخم سيارة وأفتح لك حساب خاص في البنك يا حلوة يا جامدة انتي يا سمر. سمر: الله يخليك ليا يا حبيبي، وأنا حدلعك وأخليك تعيش في عالم تاني وتنسى الدنيا معايا. أحمد: أنا عارف إنك حتخليني أعيش في عالم تاني. وثاني يوم راحوا أحمد وسمر يكتبوا الكتاب، وطبعا أحمد كان مظبط كل الأمور وحيكون كتب الكتاب مزيف، بس ما خلاش سمر تحس بشي. كان كل يوم أحمد يكلمني ويحكي لي بالتفاصيل كل اللي بيحصل. وقبل العرس بيومين راح أحمد وسمر بيت أحمد عشان تحط سمر ثيابها وأغراضها بالدولاب، وكان عمار لحقهم بالسيارة وعرف مكان البيت. ووقتها سمر قدرت تطبع مفتاح للبيت على قطعة صابون خاصة كان معاها عشان تعطيها لعمار. طبعا أحمد كان عامل نفسه رايح الحمام، بس فضل واقف من بعيد يراقبها وشافها كيف طبعت المفتاح. ثاني يوم عملت سمر الحفلة بالبيت، وأنا طول الوقت طبيعية وبينت لها إني مش هاممني الموضوع، وباركت لها وبستها ورقصت معاها. وجاء أحمد آخر الحفلة، قعدوا شوية ورقصوا وأكلوا كيك، وبعدها راحوا بيت أحمد. وأنا وقتها بقيت متوترة وخايفة وقلبي على نار، وبدعي إنه أحمد ما يحصلوش حاجة. أحمد: تعالي يا عروسة، نورتي بيتك. سمر: نورك يا عمري. وأول ما دخلوا غرفة النوم أحمد: مين مين أنت وإيه جابك هنا؟ بيبص أحمد لسمر لقاها بتبص عليه وعلى وجهها لؤم وشماتة. عمار طلع سكين وصوبها على أحمد: أنا ذابحك اليوم يا عريس الغفلة. وهجم على أحمد، وفجأة هجم الأمن ورفعوا المسدسات باتجاه عمار وسمر. الأمن نزل
السكين من إيدك. رمى عمار السكين من إيده، وهو وسمر متفاجئين ومرعوبين. سمر إيه اللي بيحصل هنا؟ أنا مش عارفة حاجة أحمد، على أساس إنك ما تعرفيش حاجة فعلا. يا حرام، مسكينة والله. أنا كنت بعرف بكل خطتكم، وشفتك امبارح كيف طبعت المفتاح، وكنت أسمع كل مكالماتك مع عمار عشيقك، وخليتكم تكملوا الخطة عشان أوقعكم وأخليكي تباني على حقيقتك. حتى الكتاب اللي كتبناه مزيف، كنت متفق أنا مع اللي كتبوا الكتاب. سمر بس أحمد اسكتي ولا تقولي اسمي على لسانك. خنتي صديقتك الطيبة نغم، وخططتوا تقتلوني. انت ايه يا شيخة؟ انت شيطانة. يمكن الإعدام فيكي قليل. كل رجال الأمن حطوا الكلبشات بإيدين عمار وسمر، ومسكوهم وأخذوهم على السيارات. وقبل ما تركب سمر نداها أحمد سمر أعرفك حاجة تانية صحيح؟ يكون بعلمك إنه أنا ونغم لسه بنحب بعض كتير، وأنا كنت معرفها بكل شيء، بس ما كنتش بحسسك بشي عشان تكتمل خطتك. ويضحك بشماتة، وعمار وسمر ينطقوا خلاص، انصدموا لأنهم اكتشفوا وانكشفوا بكل شيء، وكان كل شيء ضدهم. في سيارة الشرطة سمر تبكي بحرقة وتصرخ في عمار: انت السبب، انت السبب، منك لله عمار. انا السبب ليه؟ يا ملعونة يا كذابة، انت اللي حرضتيني اقتل احمد عشان انت حقودة على صديقتك عمار. انت اللي طماعة وكنت عاوزة تاخدي فلوس احمد، وانا الشيطان ضحك بي وصدقتك. سمر اسكت خالص، اخرس يا حيوان. وهكذا المجرمون عندما يسقطون يلقون بالتهم على بعض، حتى يوم القيامة يوم يجتمع الخصوم نجد المجرمين يلقون التهم على بعض، ويخبرنا الله عن ذلك الموقف: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. بعدما خلصت الموضوع هذا، أحمد اتصل بنغم وطمنها وراح عند نغم. وأول ما فتحت له الباب فضلت تبكي. نغم حبيبي الحمد لله إنك بخير، كنت خايفة وهموت من الرعب ومشغول بالي عليك. أحمد بعدني عنه وحط إيده على خدودي. حبيبتي خلاص لا تبكي، مش عاوز أشوف دموعك تاني، دموعك غاليين عليا. أهو أنا قدامك مفيش حاجة يا قلبي. نغم، سمر وعمار، أحمد أخدهم الأمن وأكيد حيتحسبوا وياخدوا جزائهم. يلا تعالي نامي وارتاحي، وبكرة جهزي نفسك على الساعة 5 حاجة أخدك مشوار. بسني على جبيني وراح، ودخلت نمت ومجاليش نوم لساعات بفكر. وافتكرت سمر، ورغم اللي عملته فيا صعبت علي، وقعدت على الفراش أبكي بحرقة على صديقتي وخيانتها. ليه كده يا سمر؟ ليه يا سمر؟ كنت فاكراكي صديقة وحبيبتي، ليه عملتي كده؟ خنتي ثقتي فيكي، وخنتي أهلك، وخنتي شرفك، وبعتي نفسك للشيطان. هدعيلك في كل صلاة وفي كل سجدة ربنا يتوب عليك ويغفر لك اللي عملتيه فيا وفي نفسك. يا سمر، الخيانة طعمها مر. حتى أهلك غلابة يا سمر، مش حيستحملوا اللي عملتيه فيهم وفي نفسك. يا ربنا يصبرنا. وفين وفين لما غفيت ونمت. تاني يوم جاني بسيارة سودة BMW. نغم: أهلين يا عمري. أحمد: أهلين بنور عيوني. نغم: إيه السيارة دي بتاعتك؟ أحمد: أيوة عجبتك؟ نغم: بتجنن حبيبي. قال: قولي وين حنروح؟ أحمد: حنروح محل ذهب ونشتري الدبل، ومش عاوزك تكوني بعيدة عني، وشغل على التاكسي خلاص انسي. عاوز أتفرغ لك وأفضل طول الوقت معاكي. وخدي الهدية بتاعتك. نغم: إيه هي؟ أحمد: افتحيها. نغم: موبايل. بس أنا أحمد: إيه مالك؟ هو أنا مش حكون جوزك؟ بس خديه، ده أحدث موبايل ليكي انتي حبي، وبعد كده ما تتكلميش في أي شيء أحسن ما أجيبلك سيارة كمان. نغم: حفضل طول الوقت أتكلم وأحكي. أحمد:
تسلم لي الضحكة الغالية، مش بيغلى عليكي شي. بعد الجواز حعلمك السواقة وأجيب لك أحلى عربية. نغم يخليك ليا يا عمري وما يحرمنيش منك. وعرفنا بعد فترة إنه عمار وسمر انحكم عليهم ب8 سنوات بتهمة النصب والشروع بالقتل. وبعد شهر عمل لي أحمد حفلة بأفخم صالة بالبلد، وكنت طالعة كتير حلوة بالفستان الأبيض. رقصنا وقطعنا الكيك وكنا مبسوطين كتير وطيرة من السعادة وفرحانين ببعض. رحنا شهر العسل بباريس وكان أحلى شهر عسل بحياتي كلها. بوجود أحمد معايا كان حنون وعطوف وبيهتم فيا كتير، وهو بيقرأ اللي بكتبه. أحمد إيه، ولا تنسي تكتبي إني حلو كتير وشاطر بكل شيء. نغم أيوة، واليوم راح ياخدني يغديني بأحلى مطعم ويشتري لي نص السوق لأنه بكرة رجعتنا للبلد. أحمد والله شكلي تعبان وراسي يمكن يوجعني. نغم بتقول تعبان. نغم يلا قوم البس جهز نفسك. بتمنى تعجبكم قصتي وتكون حياتكم كلها فرح وسعادة مثل شهر العسل اللي عشته مع أحمد، كله حب وفرح وحنية واهتمام. أحمد جاء من ورايا وقال لي حياتك حتكون، حياتنا كلها حب وسعادة وحتكون كلها شهر عسل. انتهت القصة ومع السلامة وتحياتي للجميع.